بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنا التلفزيون سامسونج بالشغال. اللمبة بتولع وتطفي، اللمبة الحمراء بتولع وتطفي، بتثبت. شايفين بتيجي 4 ثواني وتثبت، 4 عدات تثبت. هي ثبتت. بعد كده 1 2 3 4 تثبت. هنشوف مشكلته ايه دلوقتي، هنفك ونعرف مشكلته ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فكينا التلفزيون. طبعا في السريع كده كارت اللوجيك، كارت الباور، كارت التيكون، كارت الانفرتر. الخارج بتاع كارت الباور هنا، الخروجات بتاع كارت الباور اهي. هنا الخارج، هنا الخارج بتاع كارت الانفرتر. هنبتدي نشوف قياساتنا ونشوف الجهود بتاعتنا. طبعا احنا عندنا هنا في كارت الباور زي ما احنا شايفين. ادي كارت الباور، ده الخارج بتاع كارت الباور. مكتوب الجهود اهي، مكتوبة عندي في الكاميرا. الجهود مكتوبة عندي اهيت. طبعا بتقيس جهودك وتشوف الجهد طالع ولا مش طالع. عندك هنا في الانفرتر نفس القصة. هذا الانفرتر بيتغذى ب24. الانفرتر هنا بيتغذى ب24. وهنا الفيوز بتاع البيكو. هنا فيوز البيكو ده مهم جدا زي ما احنا شايفين. ده موسفت وده موسفت ودوت اي سي الانفرتر اللي هو اللي بيتحكم في جميع الموسفتات. يعني الاي سي ده بيتحكم في اي موسفت هنا، بيتحكم في الاضاءة. وهنا دوت البيكو فيوز اهوت. ده بيكو فيوز، دي فاضية، دي مش فيوز ديت اللي هنا، دي فاضية. هنا البيكو فيوز الابيض دوت، ده بيكو فيوز دوت بتقيس عليه الكهرباء بتاعت الدخلة، بتتأكد اذا كان في كهرباء ولا لا. كويس. طب احنا دلوقتي في المشكلة دي لازم نشوف الجهود بتاعت الباور، هل واصلة طالعة معانا ولا لا، هل الجهود كلها طالعة ولا لا. اللي هي مشكلة البلانكينج دي اللي هو بيولع ويطفي. هنشوف دي مشكلة في الباور، لازم نشوف الجهود وايه السبب اللي مخلي الجهود دي ما تطلعش. طبعا يا جماعة لو عندك مشكلة في الباور وحابب تقيس طبعا الخروج اللي احنا كنا بنقول عليها، ما هينفع تقيسها كده وانت فاكر كارت اللوجيك. دي معلومة لازم تبقى خلي بالك منها ومهمة جدا. الناس اللي بتصلح ما ينفع تقيس الخروجات كده من هنا وانت فاكك كابل الكارت اللوجيك، لان الاشارة بتيجي من هنا بتشغل الباور. فلازم يكون راكب الكارت وتقيس الخروجات وهو راكب. لازم تقيس الخروجات وهو راكب مع اللوجيك. اما الانفرتر فعادي ممكن تشيله، مفيش مشاكل. انا لو شلت الانفرتر، كابل الانفرتر وقست، مفيش مشاكل، يشتغل عادي الباور. اما عشان تفصله من اللوجيك، تشيل الباور ده وتفصل وتشتغل، ما ينفعش. عشان المعلومة دي مهمة، لازم كله يبقى عارفها. يعني انت عشان تفصل كده زي ما بنعمل كل مرة في الأجهزة العادية، الكلام ده ما ينفعش في الأجهزة الحديثة. يعني عشان تاخد الميتر بتاعك وتبتدي تقيس من هنا كده وتبتدي تقيس على البنات، مش هتلاقي حاجة، الباور مش هيشتغل معاك. انا ما عنديش غير 5 فولت هي اللي طالعه لي. 5 فولت الباور مطلع لي 5 فولت فقط لا غير. مفيش اي جهود تانية طالعه لي في البوردة. انا خدت كده الارضي وبصيت. 5 فولت بس يا جماعة هي اللي طالعه لي، مفيش اي حاجة. الباور مخرج 5 فولت بس. اذا المشكلة في الباور.
اذا انا عندي مشكلة في الباور لازم تتحل. فك الباور وشوف مشكلة. انا فكينا الباور طبعا، ادي الخارج الباور اهوت زي ما احنا شايفين وشرحنا في الاول. طبعا بعد الفحص طلع المكثف ده خربان. المكثف دوت اللي هو 2225 طلع خربان. طبعا انت في الحالة اللي زي كده اول بتشتغل دوت الريجوليتور ده شوتكي دايود، ودوت ستيب اب داون فولتج كنترولر. كويس، انت بتراجع على الخارج بتاعك على دولت، على التلاتة دول، وبتراجع على الكاباستور. طبعا مش هتقدر تقيس لو شغلت الكهرباء وقست مش هتلاقي الا ال5 فولت طلع لك، مفيش اي فولت تاني طلع. فالحل الوحيد في الحالة دي اللي انت بتفك المكونات، بتفكها كده واحد واحد وتقيسه بره الدايرة وتشوف شغال ولا لا. دوت اللي كان خربان هنقيسه دوت على الميتر وهنشوف القيمة بتاعته 2225. القيمة بتاعته عطيني في القراية 1927 قليل، فهو ده الموقف الدايرة. طبعا يا جماعة لما تقيس الجهود ما بتلاقي أي جهود هنا على الباور سبلاي. النقطة دي مهمة جدا. الباور سبلاي ما بيشتغلش. الباور سبلاي دوت لو أنا حطيته في الكهرباء حاليا، لو أنا ركبته في الكهرباء ما هيظهر لي أي فولت هنا غير 5 فولت و2 فولت بتوع المكثف ده. غير كده ما عنديش أي فولت. لازم تركب كابل الكارت اللوجيك هنا عشان الفولتات تشتغل والإشارة توصل لك. يعني لو قست هنا مش هلاقي غير 5 فولت. احط كهربتي. انا احط كهربتي احطها في الكهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي اقيس الجهود بعد ما غيرت المكثف. هشوف الجهود بتاعتي. طبعا زي ما قلنا شرحنا قبل كده تتاكد ان 300 داخلين عندك عشان تبقى شغلك صح. ال 300 داخلين. تخش على هنا على خارج الباور، واي باور اي ارض قريب تختاره وتقف عليه بالميتر وتقيس. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقيس نشوف الجهود بتاعتنا. هنا مفيش، هنا ال5 بس، هنا مفيش. خلي بالنا جدا بكل حذر. جهاز في الكهرباء هنا طلع لي بس 2 يعتبر 2.5 فولت هم اللي طلعوا لي بعد ما غيرت المكثف. ما عنديش اي جهود تانية، بتطلع. لما نشوف هنا نقيس مفيش، هنا مفيش، هنا مفيش، مع ان في 12 وفي 13 مفيش اي جهود بتطلع لي خالص. ما عنديش اي جهود بتطلع لي خالص في الدايره. خلي بالنا جدا بكل حاجه. لازم تركبه مع كارت اللوجيك. هنا في 24 بتوع مفيش. طبعا كارت الانفرتر في الجهاز ده بيشتغل ب 24 فولت. يا جماعه مفيش جهود طالعه الا بس 2 فولت 2.5 فولت طالعين بعد ما غيرت المكثف. معنى كده ان الباور ده ما هيشتغل الا لما تركبه مع كارت اللوجيك. خلي بالكوا. فعشان تشتغل في الباور ده وتقيسه، عشان تشتغل في الباور ده وتقيسه، ولازم يا جماعه تثبتها عشان تشتغل فيه وتقيسه. ولازم تطلع المكونات كلها بره، تقيسهم قطعة قطعة. ما ينفعش تشتغل فيه كده وخلاص. طبعا لسه الجهاز فيه كهرباء. لو انا قست كده انا شلت الجهاز من الكهرباء خلاص. لو انا قست هنا هلاقي في الكهرباء اهوت 160 150. فخلي بالنا لحد ما ده يفرغ، يا اما تفرغه زي ما شرحنا قبل كده في الفيديوهات. انا شلت الكهرباء بتاعتي اهي خلاص. انا يا جماعه لازم تقيس كل حاجه على حده. تفك المكونات وتقيسها بره الدايره. لازم تقيسها بره الدايره وتشوف الخارج بتاعها. هل في هذا الريجوليتور شدته دايود ولا ستيب اب داون. لازم تقيسهم بره وتشوفهم سلام ولا لا. ده طلع هو في مشكله غيرته بس طلع لي 5 و2 مش طلع لي اي جهود تاني. لازم تشغله على كارت اللوجيك.
لازم تركبه على كارت اللوجيك عشان يشتغل معاك ويفتح الباور. طبعا ان شاء الله هنرجعه في التلفزيون وهنشوف هيشتغل معانا ازاي. دي المعلومة دي لازم تبقى خلي بالكم منها كويس اوي. الجهود دي عشان تطلع لازم يركب كارت اللوجيك مع الباور. طبعا يا جماعة احنا ركبنا الباور ووصلناه مع كارت اللوجيك اهوت، وصل معانا التلفزيون شغال. هنقيس الجهود طبعا احنا قسنا الجهود والكارت اللوجيك ما كانش واصل. هنقيس الجهود واحنا مركبين كارت اللوجيك وهنشوف تطلع معانا ولا لا. الاول كان طلع معانا الخمسة بس واتنين ونص. لما وصلنا كارت اللوجيك هنشوف هتطلع معانا ازاي. هنقيس من اول، طبعا واخد ارضي اهوت، هنقيسه من اول هنا. واحد مفيش، هو 13 طلعت معانا 13، ما في ارضي. خمسة طلعت، الخمسة طلعت، مفيش ارضي. كل ده ارضي، كل ده ارضي. تلاتة من 10. خمسة طلعت. طب عشان اقيس الجنب التاني اهو، هنا مفيش ارضي اهو. 12 طلعت معايا، مفيش. خمسة طلعت معايا. اذا يا جماعة عشان اشغل جميع الجهود لازم اوصل كارت اللوجيك اللي هو ده. التلفزيون في الكهرباء، انا موصل التلفزيون في الكهرباء. المشكلة عندي كانت في الكاباستور ده اهو، دوت 2225 فولت. الاول عشان تشتغل في الباور جاتلك 5 فولت طالعة بس. شوف الخارج بتاعك على طول، 300 واصلين، شوف الخارج بس بتاع كارت الباور من هنا. ما هتقدر تعرفه الا لما توصل كارت اللوجيك. فتعمل ايه؟ لازم تفك المكونات واحد واحد وتقيسهم بره على البارد وتركبه. بعد ما تقيسه تقيس الريجوليتور والشوتكي، وتقيس الستيب داون اللي هو الاي سي اللي على ده الخارج، وتقيس المكثفات. الحل الوحيد في الجهاز زي ما احنا شايفين الجهاز شغال معايا وشغال في الكهرباء. انا بس كده بصور عشان بصور. انا لو رفعت الجهاز من تحت كده، بسم الله الرحمن الرحيم، الجهاز شغال اهو. يبقى يا جماعة طبعا شوف ال24 طلعوا لي هنا. كارت الانفرتر ده باخد ارضي اهو، اي ارضي في الدايرة، وادي الميتر. ال24 بتقيسهم، بشوف كارت الانفرتر لو فيه مشكلة ولا حاجة بتقيسهم على ده. ال24 بتوع التغذية ده بتغذى ب24 فولت. هتحط على البيكو فيوز، هو ده البيكو فيوز اللي لونه ابيض اهو، لونه ابيض. حط هنا ال24 طلع على ايه. هنا كمان ال24 واصلين للانفرتر، دول جايين لي من الباور، جايين لي من هنا. لازم تاخد ده بيشتغل الانفرتر، بيتغذى ب24 فولت. شكرا.